ما عندي حتى انسان صغير يصلي يقرا يعمل في ستاج في الجزائر، ما عنده حتى مشكله، ما عنده حتى اشكاليه، وما عنده حتى وضعيه اللي هي باش تلزني انا نشك فيه. سوريا ماهوش سهل باش واحد يمشي لسوريا، برشا فلوس يلزموا مصروف، وبرشا معناتها دعم، وبرشا ما نعرف شنو معناتها. تجي انت منين تجيهم الفلوس؟ منين؟ وثم الناس تنوم فيها، والدولة تعرف، الدولة تعرف. جينا للمجلس التأسيسي طردونا، مشينا للرئاسة طردونا، مشينا للداخلية طردونا، مشينا للخارجية طردونا، مشينا اي واحد تمشي له تجاوب السلطات ما ثماش. غايب ماذا بهم كان يكملوا يهزونا احنا، يقعدوا هكا هو، يقعدوا هما هكا هو، تقعد الاحزاب يقعدوا يتعاركوا، تو عندك 20 سنه يتعاركوا هكا هو، ذاك هم اللي بداوا هكا. علاش هذا الموضوع ما نفهموش، ما لقيت له حل. اللي انا معناتها حاجه منظمه، نحن صفار سوريا بعد المنظمه هذه ولا الناس هذيا فهمتني تنظم تبعث لاولادنا لسوريا، ايش تحبش تمشي سوريا هاي فلوس ولا هاو ولا شكون، الله اعلم، الله قلب قطر وما نعرف شنو. وانت وينك؟ دوله عندك حرمه، عندك تونس، تونس فيها امن وفيها شنو. ولاد الناس تمشي توا لتركيا، توا تمشي لتركيا ناس. فين الحدود؟ فين المسؤولين؟ فينهم المسؤولين عن الحدود؟ انت في عمرك 18 سنه ماشي لسوريا وبنيتك، علاش ماشي لسوريا؟ اخيرا صديقه هنا اخته هدي عمر شهرين، هاول هنا موجود هنا هو ومرته. شنو عائله فين؟ من صفاقس والمولود صغير هاو يعرف الاستاذ هاو، فهمتني، قد بيبي من صفاقس، فهمتني. هذا شيء ويني الدولة وينو امل وينو ما نعرف شنو، وينو تنصح الشباب اللي مازال يفكر بالقرايه ماشي نجاهد؟ انا ننصح الشباب اللي يحب يجاهد وقاعد يجاهد في بلاده. شنو يجاهد؟ مش جاهد، راه يخدم مع روحه. احنا ما ايش دخلنا فيهم؟ هم مسلمين هم في بعضهم حق في امورهم، كما احنا عملنا ثوره وانتصرنا، هم ينجموا زاد الشعب السوري يعمل ثوره وانتصرنا، ما ندخلوش فيهم، نقعدوا معهم احداث. اما احنا الحكومه هي اللي عملت معاهم مشكله، حلت معاهم باب ناحيه السفاره، معناتها منظمه، عمليه مدبره ومنظمه ومؤكده زاده. علاش تنحي فيها؟ شنو اللي انت وصلتك سوريا باش تنحي منها السفاره وتقطع العلاقات وتقص كل شيء وتنحي لي بول وتنحي ما نعرفش شنو؟ عليه؟ معناها انتم كاولياء متضررين تطالبوا باعاده العلاقات. انا مشيت في العهد النظام السابق، مشيت لسوريا مرتين ونعرفها. سوريا من بلاد يحبوا التوانسه ويحترموا وقتا ما يكرهوا التوانسه ولا يحبوا، لكن هذول حرضوهم، حطوا لهم حاجه راهو يغسل لك مخك، يجيك يغسل لك مخك، ولا الله اعلم شنو اللي يعملوا لهم شنو. مش انت تمشي لسوريا وباش تمشي للجنه يقول لك، معناتها هما عندهم فاتح الجنه، يحلوا الجنه ويدخلوك انت ويدخلوني انا ويدخلوا ذاك للنار وذاك للنار. سوريا بلاد مسلمه كيفنا، ما عندنا بها دخل. اما اللي انا اللي نقولوا انها لبلادنا بعثوهم منظمات من هنا قطريين ما نعرف شنو، مونوهم فلوس واحزاب من هنا مؤكد. لو كان انت خاطر الامن التونسي يعرف كل شيء، يتعدى من قدامه يعرف انت علاش تمشي وعلاش تجي، معناتها ماهيش ماذا بهم ما يرجعوش. نزيد نقول لك ولادنا مروهم معناتها هم مجاهدين يقولوا هم التوانسه هازين علم اسرائيل، هازين على ماذا بهم ولادنا ما يرجعوش، هما ماذا بهم ولادنا ما يرجعوش. هاو الاخت مشات اجلس اسمه يا هذا اللي اخته مشات اخته ورجلها وبيبي عمره شهرين، مش هزوا البيبي. منظمات صباحي. السلام عليكم. اختك مشت وهي عندها بيبي، كيفاش مشت وانت ما تفكرش بها؟ والله هي ديجا من الاول مشيت لتركيا معناتها مش على اساس باش تمشي لسوريا، وبعد كي كلمتني قالت لي محمد راهي الحكايه فيها جهاد معناتها اذا كانوا ناويين على الجهاد راه ما تهزش معاها بيبي. معناها من تركيا مشاو لسوريا، سمعتوا بها في سوريا؟ كلمتني من الحدود نتاع سوريا. وتو سمعتش عليها حاجه؟ اتصلت بيكم ولا لا؟ اتصلت البارح
قالت لاباس لاباس، اما تقول معناتها تحكي كلمة وقص، خاطر ماهيش وحدها معناتها، حتى راجلها يحكي كلمة وقص. مش منادمين على مشيتها؟ هما ما في بالهاش اللي هي ماشية. معناها راجلها هو اللي هز. راجلها هو اللي هز. والبيبي طمنت لكمش على حال؟ لاباس الحمد لله لاباس. اما باللي يكون معناتها ماهمش في حرب. كيفاش عايشين معناها ساكنين في دار، كيفاش في خيمة مع الناس؟ نعرفوش حتى البلاصة ما نعرفوش، حتى كي تتكلم كلمة وقص معناتها كأنه واحد بحذاها، وحتى راجلها كيف زاد وقت اللي يتكلم. معناها كيفاش كانت رد فعل العائلة وقت سمعت معناها بعائلة كاملة تمشي معاها بيبي صغير؟ نهارت عائلة كاملة، دارنا ودارنا تحطموا معناتها كلنا، ضيعنا خدمنا لكن هي معناها ربما راجلها ماشي وهو مقتنع بالحاجة ذيك، معناها هي مخدوعة في حد ذاتها، معناها ما اي هو مقتنع. شنو ذنب مرته وبنته؟ لا تتصور اذا كان هو صراحة زعما هي ما في بالهاش كان هو صراحة ولا حاجة هي كان جا في بالها ما تكلمنيش تقول لي محمد منان. ديجا هي طلبت باش هي تمنعه في طلبتني سوريا، في الحدود نتاع سوريا، داخل سوريا. افهم انت المسؤوليه اللي هبطت عليه، ومن بعد معناتها كي نمشي للحكومه ونمشي للواحد ما يسمعك حتى ما يعملوا لك شيء. ما تجاوبوش معناها في العلاقات الدبلوماسيه بين الحدود؟ جمله ساحه هذا اللي مبطل. لا شنو نداكم اللي غروا معناها بالنساء نتاعهم والصغيرات يهزوهم معاهم معناها كضحيه على تسميه الجهاد، معناها هذا جهاد؟ والله لا هو جهاد اختي، ما هوش واضح جمله. فما واحد يقتل واحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويتسمى جهاد. عليه ما يدعوهمش يمشيوا لبورما على فلسطين، يمشيوا الجهاد لسوريا؟ دي فيلم قاعدين نتفرجوا فيه، جدت علينا الثوره. معناها يشجعوا في اسرائيل ويهزون علم اسرائيل ويضربوا معناها. ربي يصبركم. شنو ندائك للسلطات ولا للشباب اللي مازال معناها مخدرين ولا ما نعرفش هيكله ياخذوا معناها؟ انا ننصحهم معناتها كل واحد يحكم عقله، يلزم كل واحد يحكم عقله، على خاطر ما نتخيلش معناتها اذا كان انت باش تخمم فيها شويه تمشي تجاهد لسوريا، والسلطه برجوليه ما نقول لهم يفضيحتكم. ما عندي ما نقول كان يفضيحتكم. عايش